ملخص فيلم سول. فيلمنا النهاردة بيتكلم عن حاجة مهمة يمكن كلنا بنفكر فيها، هو الحلم والشغف، وإزاي الإنسان يعرف هدفه وشغفه الحقيقي في الحياة. بطل الفيلم جو جارنر اللي بيحب الموسيقى من صغره، وكان بيروح مع أبوه يحضروا حفلات جاز عشاق الموسيقى واتعلمها، وبقى مدرس بيانو، لكنه بيحس بإحباط وملل بيوصل حتى للطلبة اللي عنده في المدرسة. وفي يوم جو بيجيله فرصتين، إنه يتثبت في المدرسة ويفضل مدرس للأبد، أو يبقى عازف جاز في الباند اللي كان بيتفرج على حفلاتها من صغره، طبعاً مع باباه. وفي اليوم اللي رايح فيه للباند بتحصل حادثة، وبيلاقي روحه طلعت للسما اللي احنا بنقول عليه حياة البرزخ، وبيستعد عشان خلاص هيموت، وبيقاوم جو وبيهرب. في الوقت ده بيقابل 22 روح متمردة مش عايزة تنزل على الأرض، لأن ببساطة مش عارفة هدفها إيه ولا بتحب إيه. بتتطور الأحداث وبيرجع جو وال22 للأرض، لكن جو بتكون روحه في جسم قطة، و22 روحهم في جسم جو. ودي بتبقى فرصة كويسة لل22 عشان تكتشف الحياة على الأرض وتحبها، وكمان بتفتح عيون جو على حاجات كتير هو مش حاسسها ولا شايفها، لأنه مش شايف حد غير نفسه وإحباطه. وبيلاحظ جمال الأكل ودفى العيلة والصحاب اللي حواليه، وبيرجع جو لجسمه وبيلحق الحفلة، بس مش بيحس بالسعادة اللي كان فاكر إنها هتحصل له لما يحقق حلمه. ولو عايزين تعرفوا جو لقى سعادته في إيه بالظبط، يبقى لازم تتفرجوا على الفيلم. باي باي.